مساء الخير. نورتي اسكندريه اولا. منوره بيك وشرفتي بيتك ومكانك شهري ونورتي اهلك وبجد اسعدتينا. سيده حق، سيده المسرح المصري، لقب تستحقيه عن جداره. شكرا بجد الحمد لله. وتسمحي لي ان انا لقبتك بلقب اخر بلس اللي فايت المسرح انك رقيقه القلب حقيقي. مش هطول عليكي ومش هنقول لك كتير. احنا بنتمنى الاول منك انك تنزلي اسكندريه تاني، لان العرض بجد بجد احنا ما لحقناش كلنا نستمتع بيه حقيقي. احنا اتفرجنا مره واثنين وثلاثه، ولكن بلس احنا قاعدين تاني منتظرينك. ده انا مش عارفه اتكلم معاكي بجد، انا حاسه ان انا في عدم فعلا. انا هقول لك انا مع اداره انا عاجزه على اني اقول اي حاجه قدامك. بصي، مع اداره المسرح باذن الله، ومع اداره البيت الفني للمسرح، ومع كلمه معالي الوزير اللي قال لنا انا عايزكم تلفوا فعلا. ايوه فان شاء الله احنا هنرجع تاني في وقت افضل من ده، لان احنا جينا في وقت امتحانات وده اللي احنا بنطلبه. كنتوا مشغولين برغم الحضور الرائع اللي كان موجود، لكن بجد الوقت كان قليل حقيقي. انا عايز اقول لك ان انا في تجربه تعليم في طلبه مهتمين بالتمثيل جدا جدا. طبعا كان نفسهم يحضروا العرض لان هم لسه مخلصين امتحانات النهارده وامبارح. فاحنا فعلا نتمنى ان العرض اصلا، انا بقول لهم يا جماعه اللي عايز يتعلم البساطه والتلقائيه لازم يشوف عرض فني ده حقيقي. وبعدين موضوع حضرتك لمس قلبنا احنا كممثلين. يعني انا كممثل ممكن ابقى فعلا تعبان ومرهق، انما اول ما بحب اعمل معاشره شخصيه ففعلا المسرح حضرتك لمستي ده ونورتينا جدا. هي لمسته بكل الطرق في كل المجالات. حضرتك قلتيه فعلا ده موجود في كل مجالات حياتنا، مش بس في المسرح على فكره. احنا ما ده موجود كل المشاهير اللي موجودين في الوجود هم بيبقوا شايفين نفسهم فوق العالم، ولما الاضواء بتروح منهم بالظبط محدش محتاجهم، الموضوع انتهى وهم قاعدين. ده اللي حضرتك لمستيه فعلا من الجهه النفسيه قد ايه هو بيأثر على الانسان. وطبعا انا مش هتفلسف لان ده مجالي مش هتفلسف فيه، ولكن احنا عاملين قاعده دلوقتي اخويه. احنا مش عاملين لقاء يا جماعه، ده مش لقاء، لان هي مش انسانه ينفع اتعامل معاها لقاء، انسانه ينفع اتعامل معاها قعده الاخت والاخ والصديق. فعلا على راسنا ونورتينا وشرفتينا. اشكرك. ومتهيألي انا ما عنديش اي حاجه اسالك عنها لان انا كاتبه كله في السي في بتاعك زي ما قلتي. ايوه انت كاتبه حاجه عظيمه بصراحه. انا اتشرفت بيها جدا ميرسي جدا، ودي شهاده اعتز بيها بجد انك تقولي كده في مقال. انا مش حاسه ان هو كان مقال، انا حاسه ان هو حاجه قليله والله. مش هي دي اللي تضاهي الحقيقه. انا لما اتكرمت من قبل وزاره الثقافه من سنتين او 3 تقريبا، وعملوا لي كتاب عن تاريخي. الكتاب يمكن كتب كل حاجه، كان بمساعده